قبل ما تجهز شنطتك وتستعد للسفر، في حاجة مهمة لازم تعملها عشان تضمن سلامتك وسلامة عربيتك على الطريق. الفحص الدوري للعربية قبل السفر لمسافة طويلة مش مجرد خطوة احتياطية، دي خطوة أساسية لتجنب أي مشاكل غير متوقعة أثناء الرحلة. هنتكلم النهاردة عن أهم الخطوات اللي لازم تعملها لفحص عربيتك قبل ما تنطلق في أي رحلة طويلة. أول حاجة لازم تفحصها هي مستوى الزيت في الموتور. الزيت هو اللي بيحافظ على سلاسة حركة الموتور وبيحميه من السخونية والتآكل. افتح كبوت العربية واسحب مقاس الزيت. لو مستوى الزيت بين علامة المينيمم وماكسيمم فانت كده في الأمان، لكن لو أقل من علامة المينيمم فاحنا لازم نفحص ونشوف ايه سبب تسريب الزيت أو نقصه، ويفضل ما تسافرش بيها قبل ما فني يفحصها. تاني نقطة مهمة معانا هي مية التبريد. لازم تتأكد إن مستوى المية في رادياتير أو خزان التبريد في المستوى المطلوب. المياه دي بتمنع المحرك من السخونية الزائدة أثناء القيادة. لو لقيت إن مستوى المية قليل، زود بمياه التبريد المخصوصة للمحرك، وابعد تماما عن المية العادية أو مية التكييف، لأن ده برضو بيؤدي لتآكل دورة التبريد جوه المحرك ويضر المحرك في النهاية. فحص الإطارات من أهم الخطوات اللي لازم تعملها قبل أي سفر. اتأكد من ضغط الهواء في الإطارات باستخدام جهاز قياس ضغط الهواء. الضغط المناسب للإطارات مش بس بيدي قيادة سلسة، لأ ده كمان بيحميك من الحوادث اللي ممكن تحصل بسبب انفجار الإطارات. كمان بص على حالة الإطارات نفسها، هل فيها تشققات أو اهتراء؟ لو الإطارات قديمة جدا والتآكل وصل لحد كبير لازم تغيرها فورا ومش هينفع تسافر بيها. ما تنساش تفحص الفرامل. الفرامل هي أهم جزء للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة. ركز كويس، لو سمعت صوت صفارة وانت دايس على دواسة الفرامل ده معناها ان التيل ده ميعاده انه يتغير. ولو حسيت برعشة في الدركسيون وانت دايس على الفرامل ده معناها ان الطنابير محتاجة صيانة. كمان اتأكد من مستوى سائل الفرامل، لو مستوى قليل زود بالسائل المناسب للعربية بتاعتك. وسائل الفرامل بيحتاج يتغير كل فترة، وده بسبب انه شره جدا للرطوبة، فكل ما لونه يغمق زيادة ده معناها انه محتاج يتغير. وراجع كتيب صيانة العربية بتاعتك عشان تعرف هو المفروض يتغير كل قد ايه. الأضواء مهمة جدا خصوصا لو هتسافر بالليل. اتأكد ان كل الأنوار شغالة، الأنوار الأمامية الخلفية إشارات الانعطاف سواء يمين أو شمال. لو في أي لمبة محروقة غيرها قبل ما تطلع على الطريق. افحص الزجاج الأمامي والمرايات وتأكد إن المساحات شغالة كويس، إن المساحات بتساعدك على الرؤية الواضحة في حالة الأمطار أو الأتربة. جربها وتأكد إنها شغالة كويس، وكمان اتأكد من مستوى مية المساحات. فحص البطارية ضروري جدا قبل السفر. اتأكد إن البطارية وتوصيلاتها كلها سليمة. البطارية الضعيفة ممكن تعملك مشكلة على الطريق. تخيل تقف تاخد ريست، بعد كده تيجي تدور على العربية ما تدورش، وممكن تكون في مكان ما تلاقيش حد يساعدك فيه. العفشة أو نظام التعليق بيلعب دور مهم جدا في أمانك وراحتك على الطريق. لو حسيت إن العربية مش ثابتة أو فيها اهتزازات غير طبيعية ده ممكن يكون دليل على إن في مشكلة في العفشة. ولو سمعت أصوات غير المعتادة من العفشة فأنت كده محتاج تروح لفني متخصص يكشف العربية قبل ما تسافر. فحص عربيتك قبل السفر حاجة ضرورية مش اختيارية، وده لأن الوقفة على الطريق صعبة جدا وبتعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر. وأخيرا حافظ على سلامتك وسلامة أسرتك وسلامة عربيتك، وخليك جاهز لأي مفاجآت على الطريق. ولو مش متأكد من حاجة معينة دايما الاختيار الأفضل إن أنت تزور مركز صيانة متخصص، ونتمنى لك التوفيق والسلامة في رحلتك. وسلام.